عمل الكهنوت أو خدمة الكهنوت نعمة من ربنا مش وظيفة، والكاهن أكتر حد بنشوف فيه صورة السيد المسيح، والكاهن هو الترجمة العملية لوصايا الله، الترجمة العملية لوصايا الله على أرض الواقع. أب بصحيح زي المسيح، وقت الخطر بتكون نجاة، طيب قوي وحضنك مريح، ولينا مرشد في الحياة، بتشيل حمول من عالكتاب وتطمن القلب اللي يخاف، وترعى بمحبة الخراف، وتقول تدور عاللي شكرا يا ابونا على كل حاجة عملتها، على كل خدمة خدمتها، على كل كلمة قلتها، وعلمتنا حاجات كتير. شكرا يا ابونا ان انت موجود وسطنا، ياما بايديك سندتنا، وقفت دايما جنبنا، وشفنا وياك كل خير. وقت الضيقات نجري عليك، ونشوف معاك راحة وأمان، حنية الدنيا دي فيك يا أبو قلبي، فيه حب وإيمان من قلبنا، متشكرين ولتعبك احنا مقدرين، يا راعي كنيستنا الأمين، ياللي بصلاتك مسنودين. شكرا يا ابونا على كل حاجة عملتها، على كل خدمة خدمتها، على كل كلمة قلتها، وعلمتنا حاجات كتير. شكرا يا ابونا ان انت موجود وسطنا، ياما بايديك سندتنا، وقفت دايما جنبنا، وشفنا وياك كل خير. أعطيكم رعاة حسب قلبي، هدية من هدايا ربنا للكنيسة، إنه يبعت كهنة قديسين يتشبهوا بيه، يقدموا حبا للعالم كله، ويرفعوا العالم كله في الصلاة طول الوقت. ربنا يفرح الكنيسة وكل الكهنة.